أشهر 3 تتبيلات للتكة دجاج، لا تجربون غيرهم بعد. 3 نكهات مختلفة، وحدة أطيب من الثانية، تفيدكم بالعزايم وبالسفرات، وتفيد اللي عندهم دوام وحتى أهل الدايت. تقدرون تحضروها وتحفظوها بالثلاجة لأكثر من أسبوع. قولوا بسم الله ويلا نبلش. صدور دجاج مغسولة كل الزين، نقطعها مكعبات بس لازم القطعة تكون بهذا الحجم حتى يبقى داخلها جوسي وما تنشف. نوزع صدور الدجاج بالعلب مالتنا. نبلش بأول تتبيلة، التندوري. أحتاج لبن وزيت الزيتون، عصير ليمون ومجموعة بهارات، آخر شي ملون طعام لون أحمر، ونعطيهم خلطة كل زين. النوع الثاني تتبيلة الأعشاب والثوم والليمون. ربع كوب زيت الزيتون بقد عصير ليمون، مع دانوس وثوم وبرش ليمون، مجموعة أعشاب وملح وكركم وفلفل أسود، شوية عسل وخلطة سريعة. النوع الثالث التتبيلة التركية بس سبايسي. معجون طماطم ومعجون فلفل وبابريكا خشنة، ملح وبرش ليمون وهواية زيت الزيتون، شوية لبن ونخلطهم كل زين. كل تتبيلة وتفاصيلها راح اكتب لكم اياها باسفل الشاشة. كملت اطيب 3 تتبيلات نقدر نحتفظ بيها بالثلاجة لاكثر من اسبوع. وهنا احب احكي عن ثلاجتي الرهيبة من شركة البلسان الغنية عن التعريف. اهم شي عندي بالثلاجة المساحة المرتبة والتبريد المنتظم اللي يخلي التتبيلة نفس الطراوة حتى بعد اسبوع كأنما توني مسويها. وانا ادري اذا تسألون على هاي النص ليمونة والعلاج وين. تقدرون تحفظون التكة بالفريز بعد ما تشيشوها، ووقت ما تحتاجون تاخذون من عندها. ثلاجة البلسان ال4 ابواب تيجي بتصميم عصري وحديث، الفوق ثلاجة والجوا فريز. تشتغل بنظام البخاخ اللي يحافظ على جودة الاكل، والاهم من هذا بها ضمان حقيقي 3 سنوات وصيانة موقعية.